الموضوع مش موضوع كهربا يلعب ولا لا، الموضوع انك خايف مني، عشان عارف ان هحط عليك، عشان عارف ان انا هفرج الدنيا كلها على ناديك، وعشان كده انت هربت. لا تقول لي كهربا، ولا تقول لي مظلومية، ولا تقول لي اتحاد كورة. الاونطة ديت العب غيرها، العب غيرها. لان ماتش الاهلي والزمالك اللي كان هيتلعب يوم الجمعة القادم كان اسهل مباراة للنادي الاهلي، لان فريق الزمالك فريق فاضي مفيش فيه غير لاعب واحد. وعشان كده مرتضى منصور طلع وهرب من مواجهة الاهلي، عشان عارف انه كان هيتحط عليه، وعارف ان الاهلي كان هيذل في ناديه. عشان كده طلع وهرب من المباراة بحجة كهربا. ما كان طلع قبل كده مرتضى منصور وقال يا خطيب كهربا هديتي ليك. كهربا اللي علم على ناديه في مباراة الدور الأول، وطلع حط الكرة صح وركبها وحطها صح بدماغه، قتلة في مرمى ناديه ومرمى ناديه. فيا مرتضى يا منصور، انت هربت من المباراة، ومباراة الاهلي كانت سهلة، ولكنها بعد هروبك اصبحت صعبة، واصبحت 50-50. مباراة الاهلي والزمالك كانت لو كانت اتلعبت كانت نسبة فوز الاهلي بها 100-100، وكان الاختلاف الوحيد في عدد الاهداف التي يحرزها الاهلي. اما بعد دخول بيراميدز مكان نادي الزمالك اصبحت المباراه 50-50 لقوه بيراميدز ولسهوله الزمالك امام الاهلي، والاهلي بيعرف يغلب ازاي الزمالك. المباراه اصبحت 50-50. اما حكايه ان مظلوميه وبتاع دي العب غيرها يا مرتضى. قرارك اللي اتخذته والقرار اللي اخذتوه ده وصمه عار في حق نادي الزمالك، واصلا بيقولوا نادي عليه نادي العار، واسمه نادي العار بقراراته الخاطئة، ومفيش رئيس نادي ليه ولا في ليه كبير بيحكمه واحد أصلا ملوش صفة بالنادي، بيحكمه راجل ملوش صفة بالنادي ومعزول من النادي. بهروب الزمالك من السوبر أصبحت المواجهة ما بين الأهلي وبيراميدز 50-50، ولو كان الزمالك لعب كانت البطولة مضمونة للنادي الأهلي، ولكن بأمر الله شوية مجهود من لاعبي الأهلي سيحرز كأس السوبر وكأس العذاب والمر لجمهور الزمالك والنادي الزمالك.